الفنان الكوميديان محمد عوض أخو البنات، أطلق عليه في الوسط الفني الكوميديان الفيلسوف. أصغر أبنائه الفنان علاء عوض مسجل، وشقته كان مخصصها للأعمال المنافية للآداب، واتقبض عليه وهو في حيازته هيروين وبانجو. الفنان محمد عوض مات بحسرته. أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إيميل. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت، أختكم محتاجة دعمكم. حابة أشكركم على دعمكم لقناتي، ويا رب يديمكم نعمة ورزق في حياتي. بتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم. النهارده هنتكلم عن كوميديان كبير له بصمة وطلة وتاريخ، هو الفنان محمد عوض. اسمه محمد عوض يوسف، مواليد 12 يونيو 1932 القاهرة، والوفاة 27 فبراير 1997 وهو عنده 64 سنة. توفي بالسرطان. اتولد الفنان محمد عوض في القاهرة، ولد على 3 بنات. كان حلم حياته انه يكون ضابط بحري، وهو لسه في تانية ثانوي والده توفى، والمسؤولية بتاعت والدته وال3 بنات بقت في رقبته. شويه والدته توفت وهو بقى المسؤول عن اخواته البنات. تخلى عن حلم العمر، التحق بكليه الاداب عين شمس قسم فلسفه. كان متفوق جدا في دراسه الفلسفه في الثانويه العامه. ابوه كان شغال في شركه، ولما توفى المدير قال له تعالى اشتغل مكان والدك، علشان كان عارف ظروفه ان اخواته ال3 في رقبته، وهو اللي شال المسؤوليه. اشتغل في الشركه دي بدل ابوه اثناء الدراسه، ولكن كان دخول الجامعة هو السبيل اللي غير حياته. كان بيدرس له في الكلية الأستاذ أنيس منصور الكاتب الكبير. الأستاذ أنيس منصور كون في الجامعة فرقة مسرحية كان فيها محمد عوض وسعيد عبد الغني، وكانوا في منافسة مع الكليات الأخرى زي كلية الحقوق اللي كان فيها كرم مطاوع والأستاذ جلال الشرقاوي. لكن الأستاذ أنيس منصور كان أذكى منهم، كان بيروح يجيب فنانات من فرقة الريحاني يعملوا مسرحيات في الجامعة إلى جانب طلاب الجامعة وطالبات الجامعة. نجيب الريحاني كان متوفي، إلى أن مسرحه كان قائم وشغال وموجود. والكاتب أنيس منصور عشان كان مشهور كان بيجيب الممثلات اشتغلوا على مسرح الجامعة مع الطلبة والطالبات، زي ميري منيب، ميم شكيب، سراج منير، عائلة راتب، نجوى سالم، لدرجة أن العرض بتاع كلية الآداب كان بيبقى فيه 12,000 متفرج. الفرق التانية كانت بتعمل مسرحيات العالمية زي شكسبير وغيرها، لكن الكاتب أنيس منصور كان بيعمل مسرحيات عادية غرضها كله التسلية والفكاهة. أعجب الكاتب أنيس منصور بالفنان محمد عوض، وكمان الفنانة ميري منيب اللي وقفت جنبه وتبنته وسندته، لدرجة ان هي اديته الدولاب بتاعها في المسرح، وده لما خدته شغلته معاها في فرقة الريحاني بأجر 7 جنيه في الشهر. وقتها محمد عوض استقال من الشركة اللي كان أبوه شغال فيها، ابتدى يشتغل معاهم في مسرح الريحاني. في الوقت ده كان ماسك الفرقة عادل خيري، لكنه كان مريض بالسكر، ولكن لما بيغيب على المسرح كان محمد عوض بيطلع يمثل دوره في المسرحيات اللي بيقدمها مسرح الريحاني. ولما مات الفنان عادل خيري اشتغل الفنان محمد عوض في فرقة ساعة لقلبك، اشتغل فيها الفترة، ثم فتح التلفزيون سنة 1960، فتح مسرح التلفزيون. واشتغل الفنان محمد عوض لمع بريقه ونجمه سطع، عمل 130 فيلم، منها أخو البنات، آخر شقاوة، آخر جنان، شهر عسل، بدون إزعاج، المغامرين ال3، جدعان حارتنا، الأصدقاء ال3، عريس الهنا، احترسي من الرجال يا ماما، حلوة وشقية، أصعب جواز، البحث عن الفضيحة، البنات والمرسيدس، مدرسة المشاغبين، الشياطين في أجازة، شقة الطلبة، شياطين البحر. وشارك في أفلام كتير مع حسن يوسف ويوسف فخر الدين، كونوا ثلاثي مميز إلى جانب المسلسلات اللي عملها في التلفزيون في الدراما، زي مسلسل برج الحظ ودور شرارة، الشاب اللي بتلحقه الشائعة إنه نحس، مما يدفع الجميع للابتعاد عنه بسبب هذه الشائعة اللي بتسبب له الاكتئاب، مسرحية البلياتشو والمعدية وحواديت كل يوم، قلب من البسكوت، نوادر جحا، جواز البنات، الابواب المغلقه، سفاح في مدرسه المراهقات، ناس ولاد ناس، مسلسل احلام اليقظه، والبراري والحمول وغيرها. يعني اشتغل مسرح وسينما وتلفزيون، اعماله كلها تخطط ال200 عمل فني. اشتغل مع كبار النجوم، كبار المخرجين والمنتجين. من المخرجين اللي اشتغل معاهم صلاح ابو سيف، فطين عبد الوهاب، نيازي مصطفى، سعيد مرزوق، بركات، علي بدرخان. واشتغل مع الفنانه الجميله السندريلا سعاد حسني، 10 افلام، حواء والقرد، حلوه وشقيه، بابا عايز كده، وغيرها من الافلام. بدا تالقه من خلال مسرحيه مطرب العواطف، والمسرحيه دي اللي سببت مشكله بينه وبين العندليب عبد الحليم حافظ. عبد الحليم رفع عليها قضيه. محمد عوض كان في المسرحيه بيمثل دور مطرب البنات كلها بتحبه، ولكنه مطرب نحنوح. الناس راحوا قالوا لعبد الحليم واشوا بينه وبين محمد عوض، قالوا له ده بيقلدك في المسرحيه. اما كان من عبد الحليم الى انه تنكر ودخل يشوف المسرحيه بنفسه، وطلع عمل قضيه للفنان محمد عوض، لدرجه انه قابل محمد عوض في الاذاعه ومرضيش يسلم عليه، وده لان في المسرحيه كان في سخريه كبيره جدا، لحد ما الناس اللي حواليهم عملوا لهم قعده صلح، وقال له محمد عوض انا مالي،
انا فنان بأدي دوري، انت تلوم على المؤلف والمخرج، انا ممثل فقط وقمت بدوري المطلوب في المسرحيه، انا لم اقصد ابدا الاساءه ليك. المسرحيه دي كانت مع عبد المنعم مدبولي اللي كونوا ثنائي مع بعض ناجي، وكان معاهم عائله راتب. مسرحيه نمره 2 يكسب اللي كان قايم فيها ب4 شخصيات مختلفه. اتجوز الفنان محمد عوض مره واحده في حياته، هي من زميلته في الجامعه السيده قوت القلوب عبد الحل الوهاب مازن. ابوها كان راجل صعيدي من سوهاج، ابوها دكتور مهندس اسمه عبد الوهاب مازن خريج كل جامعه كامبريدج. امها اسمها عليا رياض من اكبر عائلات مصر. ابوها محمد رياض باشا. هي اعجبت بيه وحبته في الكليه، دمه الخفيف، وبدات بينهم قصه حب كبيره انتهت بالجواز رغم معارضه اهلها هذه الزيج، ولكن وافقوا قدام اصرارها. سيده قوت القلوب عبد الوهاب مازن اشتغلت في مجال الفنادق لدرجه وصولها لرئيس مجلس إدارة شركة أوجويس السياحة ووكيل أول وزارة السياحة. كانت معاه في الجامعة في كلية الآداب آداب إنجليزي، كانت بتمثل باللغة الإنجليزية مع محمد عوض وأختها الطالبة رجاء مازن. سنة 1955 اتجوزوا وجابت منه 3 أولاد اللي صاروا على نهج والدهم، دخلوا المجال الفني. المخرج عادل عوض اتجوز من رندا عوض، أنجب منها بنته جميلة الممثلة، ودي ممثلة قوية جدا. كان أول أعمالها مسلسل تحت السيطرة، فيلم بنات سنة، وسبع البروم من 30 سنة. جميلة عوض خريجة الجامعة البريطانية، هي من مواليد 6 ابريل 1991. اما ابنه الثاني فهو مخرج الاستعراضات عاطف عوض، كان متجوز رانيا فريد شوقي، انجب منها بنتين فريده وملك. اما ابنه الثالث هو الممثل علاء عوض، كان ممثل ونجم ساطع في الثمانينات والتسعينات، كانوا مسمينه ملك الديسكو. هو من جيل شريف منير ووائل نور، اشترك مع ابوه في عده افلام ومسلسلات، واشترك مع الفنان احمد زكي في فيلم مستر كاراتيه، وعمل مع يوسف شاهين فيلم حدوته مصريه حاله تلبس سنه 1995. تم القبض على الممثل علاء عوض في شقته بتهمه ممارسه الدعاره. كان معاه وقتها مجموعه من الفتيات منهم نجمة الإعلانات نسرينة، واتحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات. وده لما استجوبوا البنات اللي كانوا موجودين معاه في الشقة، اللي قالوا فعلا بيجيبنا وشهدوا عليه إن شقته عاملها منافية للآداب. وده اللي انكتب في موقع نجوم مصرية في قنوات كتير، موقع كل النجوم. اتحكم عليه في القضية سنة 1995 بعقوبة مشددة 3 سنين وغرامة 100,000 جنيه، وطلع من السجن. وبعد كده راح بلغ للشرطة انه بيتاجر في المخدرات، كبسوا عليه في شقته، وجدوا عنده هيروين وبانجو، ودخل السجن للمرة الثانية. طلع قال ان في مسؤول في الداخلية كبير مستقصده، هو اللي لفق له التهمة دي، ورجع قال ده صفوات الشريف. في القضية الأولى كان لسه الفنان محمد عوض على قيد الحياة، وده اللي زاد من شدة مرضه. كان آخر فيلم للفنان محمد عوض فيلم آي مع أشرف عبد الباقي وليلى علوي. وبعد ما طلع علاء عوض من السجن فتح مطعم اسمه طواجن، وبقى يشتغل في المسلسلات زي الكومبارس. بعد ما كان بادئ كبير ابن فنان كبير، جابوه في مسلسل دهش وبقى يطلع في المسلسلات. في مسلسل طلع مع عمرو سعد. وتوفى الفنان محمد عوض يوم 27 فبراير 1997 عن عمر 64 سنة. ربنا يرحمه ويتغمده بكامل الرحمة والمغفرة. فنان كبير أثرى الساحة الفنية أعماله المحترمة الجميلة.